بسم الله والحمد لله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت ما ننساش نذكر الله في التعليقات وكمان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. معانا قصة كاملة أتمنى إن هي تعجبكم. قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش حطوا لنا لايك للقصة واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على سر الكل عشان يوصلكوا كل جديد. فكركم ان على قنواتنا اللي هنسيب الرابط بتاعهم في الوصف وفي التعليق المثبت هتلاقوا برضه قصص كاملة كتير جدا، لان احنا احتمال الفترة اللي جاية هنخلي كل القنوات بتاعتنا تكون مخصصة للقصص الكاملة بس، وده طبعا علشان ينول اعجابكم. اشكركم ويلا بينا نبدأ حلقتنا. حاطة ايديها في وسطها وقالت: بصي يا حبيبتي منك ليها، هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. انا اكره ما عليا ان حد يقول لي انت غلط، وحتى لو غلط ما بحبش حد يقولها لي، ده اولا. ثانيا انتوا الاتنين قعدتكم في الشقه عندي دي مش هتبقى بالسهل، لا خالص. لوزة وامال بصوا لبعض بصدمه من دخلتها دي. امال اللي الغزمه لها قالت: امال يا حماتي ايه اللي بالسهل؟ امينه قالت لها بغيظ: انا مش عايزه حداقه في الردود يا امال، انا عايزه انتظام وادب واخلاق وكلمه حاضر ونعم بس هي اللي اسمعها، لان انا خلقي ضيق. وبعدين يا حبيبتي الفتره اللي جوازكم غايبين فيها انتوا هتكونوا امانه في رقبتي، ويرجعوا يلاقوكوا زي ما انتوا كده محترمين وساكتين، وانتوا عارفين بكلمه مني انا اقدر اقلبهم عليكم، بس انا مش عايزه اكون كده. انا لازم اكون الحمل كويسه لان انا كده اصلا، ولا انتوا ايه رايكم؟ حماتي انا ولا بهش ولا بنش، وانت عارفه كده كويس. انا من ايدك دي لايدك دي، واللي هتقولي عليه انا هسمعه من غير اي حاجه خالص. امينه اللي قالت: عارفه ومش محتاجه انك تقولي لي، انا عارفه انك مطرح ما هتلاقي لقمتك هتبركي، بس انا بتكلم الكلام واقصد به اللي تاخده على نفسها عشان يبقى الكل كده عارف الكلام واضح وصريح من الاول. بصت لها امال من تحت لتحت وما ردتش عليها، لان هي عارفه ان هي المقصوده بالكلام ده وبالتلقيح اللي بيتقال. اديني قلت اللي عندي، ومن الكويس ليكوا ان كل واحده تمشي على كيفي وعلى مزاجي. انا هنزل دلوقتي اروح لصاحبتي شلبيه اقعد معاها شويه وارجع، مش عايزه الاقي ترابايه تعدلوا لي الشقه كده. انا احب اشوف شقتي نظيفه. قالت الكلمتين دول وخدت بعضها ومشيت. امال بصت للوزه بغيظ: انت ازاي كده؟ لوزة قالت لها باستغراب: ازاي ايه؟ مش فاهمه يعني قصدك. يعني انت سامعه كلام حماتك عامل ازاي؟ دي عايزه تعمل لنا فيها سي السيد. في ايه يا لوزه؟ طيب ما تعمل زي ما هي عايزه، وماله فيها ايه؟ امال اللي بصت لها بدهشه: انا مش عارفه انت بتتكلمي بالبساطه دي ازاي. انا هطق من الكلمتين اللي سمعتهم لينا من اول مره كده، ولو اعرف ان الدنيا هتمشي كده انا كنت خدت بعضي وفضلت قاعده في شقتي، ولا كنت رحت عند امي. انا لا فيا حل شغل حل الحموات ولا الغيره. يا بنتي فكك كده وهيصي، كل اللي في الموضوع ان هي حابه تعيش الدور علينا واحنا هنعيشه لها. انا عن نفسي كده كده بمشي مع الطيار، وزي ما المركب بتحود انا بحود معاه وبمشي على هواه. بتسلكي امورك يعني يا لوزه؟ بالظبط كده بسلك اموري، وهو ده احسن حاجه. امال احنا شكلنا داخلين على ايام زي الزفت وهيبقى مرار طفح علينا. اعملي زي ما انا بقولك كده وانت هتمشي امورك يا امال. دي شكلها ايام هتبقى كلها خناقات ومشاكل، ربنا يستر بقى. اما شلبيه فضحكت: اقسم بالله انت ما فيها اقوى منك. ايه الحلاوه دي يا امينه؟ امينه قالت لها بغرور: امال ايه؟ انت فاكره ايه يعني؟ اجوز الولدين بعد ما خدمتهم سنين السنين، وتيجي البتين دول تاخدهم كده على الجاهز وانا اقعد اخدم نفسي بنفسي؟ انا قلت استغلها فرصه بقى بما ان هما الاتنين مسافرين، واقوم واخداهم يجوا يشتغلوا عندي. بس انت كده يا بنت بتجيب التعب لنفسك. مركب الضراير صارت ومركب السلايف غارت، يعني هيكون عندك سلفتين هتقدري على مشاكلهم. لو واحده عملت فيكي اسفين كده ولا كده هتسكتي؟ امينه بصت لها وقالت: شكلك يا شلبيه مش عارفه اللي فيها، ولا عارفه امينه على ايه. لا ده انا لا اي ولا زي، ده انا هطلع عينيهم هما الاتنين لو واحده فيهم فكرت بس تعمل فيا حاجه. اسكتي وانا هشتغل معاهم شغل الحموات بس، ده انا هظبطهم. ان انا رئيسه نادي الحموات ولا ايه؟ ده انت قروبه. طب بقولك ايه، مش هتروحي تنقطي ام عصام؟ ليه يا اختي؟ مالها ام عصام؟ عندها ايه يا اختي؟ بيقولوا قال ايه ان هي كانت في عمره ولسه جايه. قلت هنستنى نروح لها انا وانتي وننقطها باي حاجه. معاكي حق، جايه من العمره يبقى لازم ندلعها. انا هجيبها اعزمها عندي. يو ليه يعني؟ اهو كده عشان خاطر نعمل معاها الواجب. انا هعزمها عندي واظبط لها الدنيا واعمل لها مائده ولا مائده الرحمن،
واعمل لها الحلو كله. يوه يا امينه، ازاي يعني؟ هتقدري تتولي العزومه دي كلها لوحدك؟ ليه وانا اللي عندي شويه؟ هي قامت وقفت على حيلها وقعدت تسقف. نبي الصلاه على النبي، ده احنا هنشوف مسلسل حماتي قنبله ذريه باين. قامت وقالت قنبله ذريه، واوعي بقى عشان ما انفجرش في وشك. راحت امينه البيت ولقيتهم قاعدين قدام التلفزيون. ده اللي هو ايه بقى ان شاء الله؟ ده النظام اللي ملوش لازمه ده. امال ايه يا حماتي؟ ما احنا قاعدين اهو ما بنعملش حاجه. هي دي المصيبه يا اختي، ان انتوا قاعدين وما بتعملوش حاجه. انتوا فاكرين نفسكم مين؟ بنات الوزير بتتفرجوا على التلفزيون ولا كأن في شغل؟ لوزة كانت قاعده بتاكل اللب. ما هو صحيح يا حماتي ما فيش شغل. لا يا حبيبتي، الشغل ما بيخلصش. قومي، الشغل موجود على طول. يلا قومي علشان في 4 فرخات وبطتين جوه عايزين يتنضفوا، وكرنب عايز يتسلق. قومي يا اختي انت وهي هزلوا تلكوا. الاتنين بصوا لبعض باستغراب، وامال قالت بضيق: انا عايزه افهم، هو احنا هنطبخهم دلوقتي ولا ايه؟ لا يا حدقه، مش هنطبخهم دلوقتي، بس هيكونوا موجودين عندنا. وبعدين بتجدي معايا في الكلام ليه يا اختي؟ انا احب اقول الكلمه يتقال امين وبس، فاهمه؟ احنا لسه بنقول يا هادي. امي يا اختي منك ليها. غلت الوضع وقالت: حاضر يا حماتي اللي تشوفيه. قامت معاها. فامال قالت بينها وبين نفسها: لوزة عايزه تقعد على الحجر بعمايلها دي وتكسب بنت على قفايا. وقفت امال وقالت: انا جاهزه يا حماتي اللي انت عايزاه. اخدتهم على المطبخ وعملت فيها ست المديره اللي بتشرف على الموظفين، ومبسوطه وهي شايفاهم مكفيين على الشغل. وقالت بينها وبين نفسها: اللي حماتي عملته فيا وريتهولي هعمله فيكم انتوا الاتنين، وهوريكم التعب بيكون ازاي. ده انا اكتر واحده شافت غلب ومرار، وشافت الكيد الحموات بيكون ازاي. لوزة قالت لها: طب يا حماتي احنا هنسلق الكرنب ليه؟ ما نسيبه الوقت ما نعمله وخلاص. لا، ما احنا هنعمله بكره عشان في عزومه عندنا. اصل انا عازمه واحده صاحبتي وعايزه اكل يشرف. امال قالت لها بغيظ مكتوم: من اولها عزايم وطفح مر. انا مش عارفه والله، لما اكلم مصطفى انا بس هعرف ازاي يعمل فيها العمل ده. بتقول الكلام ده في سرها. بصت لها امينه بغيظ وقالت: الملك يا امال، وشك كده شكلك ما يتفسرش، وزي ما تكوني متضايقه ولا متغاظه من حاجه لا قدر الله. لا يا حماتي، حاشا لله، هتضايق من ايه؟ ايه اللي هيضايقني؟ انا كويسه وزي الفل. لا، واضح وباين عليكي. ماشي، انا هدخل اوضه اريح شويه، وانتوا خلصوا اللي وراكوا ونضفوا المطبخ كويس وامسحوا السلم اصله مش عاجبني. في غسيل في الغساله يتنشر. ويلا عايزه سرعه، ما بحبش البال الطويل. اخدت بعضها ودخلت اوضتها، وقعدت حطت رجل على رجل وهي مبسوطه خالص، ومسكت تليفونها واتصلت على ام عصام. ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ ام عصام قالت لها بعتاب: انا كويسه وزي الفل. انت لسه فاكره ان في واحده صاحبتك اسمها ام عصام؟ هو انا اقدر انساكي يا روحي؟ بس اعمل ايه يعني؟ ما انت عارفه الظروف بتاعه سفر ولادي وزعلي علشانهم. حتى لما شافوني هقعد لوحدي بعتولي حريمهم يقعدوا معايا يونسوني. ام عصام كانت بتتكلم بغيظ مكتوم. ماشي يا اختي، ربنا يهديهم ليكي. امينه قالت لها بسيطره: اكيد ربنا هيهديهم ليا. سيب لي واحده فيهم السايب في السايب، ولا واحده فيهم تقدر تقول لي بم؟ ده انا كنت اديت لهم من المنقي يا خيار. الموضوع عندي غير عندك خالص يا ام عصام. ام عصام اللي كانت محبوبه بين حريم ولادها وبتعاملهم كانهم بناتها قالت: معلش، كل واحد وله طبع. المهم يعني ما تتوهينيش في الكلام. انا اتصلت اقولك انك معزومه عندي بكره على الغدا، انت وحريم ولادك، ومش هقبل اي اعذار ولا اي رفض. انا هستناكي، وبدات اجهز للعزومه من دلوقتي. ام عصام قالت لها باعتراض: بس يعني؟ ولا بس ولا ما بسش يا اختي، انا قلتلك اهو استناكي بكره ان شاء الله. يلا مع السلامه. قفلت معاها وهي بتقول: بكره يا ام عصام هتشوفي قد ايه انا مسيطره وممشياهم على العجين ما يلخبطوش. ومش بس كده، ده انا هوريك الفرق بين حريم ولادك وحريم ولادي، ويعني ايه حما جامده وماسكه في المركب، مش زيك سايبه السايب في السايب لغايه لما يركبوكي. الصبح الساعه 7 راحت وقفت على راسهم: قومي يا بت منك ليها، قومي يا اختي، فاكرين ايه في سرايا عابدين؟ قومي يا حبيبتي، يلا يا ماما على الطبيخ والتنظيف، هنفضل نايمين للعصر ولا ايه؟ الاتنين قاموا في فزعه: ايه اللي بيحصل فيه ايه؟ قالت لهم امينه: بقول لكم ايه، قوموا، انتوا لسه هتتخضوا؟ قامت امال وهي بتبص على التليفون: يا نهار ابيض، ده الساعه لسه 7 يا حماتي. طيب كويس يا اختي انك عارفه ان الساعه 7، يعني اتاخرتوا. قوموا بعد كده الصحيان والنوم بمواعيد. ليه، هو احنا في الشرطه ولا في حربيه عشان النظام ده؟ لم لسانك يا امان. لوزة اتنهدت وقالت: انا نعسانه لسه والله يا حماتي. قامت امينه راحت رايحه وجايبه الخرطوم من الحمام وفاتحه عليهم الميه.
ايوه، ما هو علشان كده انا عامله حسابي رقيتهم بالميه اهو، غسلتلكوا وشكوا وانتوا على السرير، اي خدمه. امال مسحت وشها وقالت لا بقى، انا كده تعبت وما بقاش فيا حيل. يا سلام، لسه يا حبيبتي، لسه اللي جاي ورا. هروح المطبخ وعايزاكم تكونوا ورايا، مسافة مفيش. طلعت والاتنين بصوا لبعض، وأمال قالت وريني بقى هتتعاملي معاها ازاي كده. مش عارفة والله أنا برودي هيوصل لحد فين. قومي قومي لما نشوف في ايه. طلعوا هما الاتنين وراحوا المطبخ، لقوا المطبخ مليان. لوزة قالت لها بصدمة وهي بتبص للترابيزة اللي فيها الخضار، يا نهار أبيض، إيه اللي جاب سوق العبور هنا؟ ده خضار منه هيتخزن ومنه هنطبخه عشان خاطر نظبط العزومة. مش عايزة إهمال، أنا عايزة كل حاجة في مكانها عشان خاطر ما بحبش الإهمال ولا بحب التبذير. وهراقبكم ويلا اشتغل وشد حيلكم، ومش عايزة كسل. جهزولي الفطار وأنا قاعدة بره عشان ما بحبش ريحة الطبيخ في المطبخ، بتعب منها. أخدت بعضها وطلعت، وأمال قالت بحدة ده أنا على شوية وهغلي من الغيظ. ربنا يستر بقى يا أمال. أما في شقة أم أمال فكانت قاعدة بتبص على مرات ابنها وهي كانت بتكنس. هو الكنيس ده يعجب حد؟ فين النظافة؟ ده بيت المهمل بيتخرب قبل بيت الظالم، أنا ما بحبش كده. والله يا حماتي أنا منضفة ومسحة حلوة قوي. وإيه يعني يتمسح أول وتاني وتالت لغاية لما الحاجة تشف وترف؟ إيه عايز الشقة تدود علينا ولا إيه؟ عبير اللي أكلها بصدمة، يعني أنا هخلي البيت يدود؟ بالعكس، ده أنا نضيفة جدا. لا يا حبيبتي، انا لو مش على راسك هتهملي وهتبوظيلي الدنيا. عبير اللي بصت لها بصدمه وقالت انا يا حماتي، ده انا الناس بتحكي وبتتحكى بشغلي وبنظافتي، انا مش من الناس دي يا حبيبتي. تمام، وبعد كده عايزاكي تسمعي كلامي ومش هعيده تاني، مش هفضل امشي وراكي وانضف واعدل وراكي. ايه الهم ده؟ راحت قعدت وعبير بصت لها بغيظ، ده انت حاجه صعبه يا شيخه، ربنا خلصني منك على عزله وارتاح بقى من اللي بيحصل فيا ده، يا ساتر يا رب. وقعدت ومسكت التليفون واتصلت على امال. حبيبه امها عامله ايه قلب امك؟ امال خدت التليفون ودخلت الحمام عشان تكلمها عشان ما تسمعهاش. سميه قالت ايه يا ننعين ماما، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحقيني يا ماما الحقيني، ده انا طفحانه المر، حماتي مصحياني من الساعه 7 الصبح على اكل وتنظيف وعزومه وحاجه صعبه، وعامله لنا ايه يا لهوي، عامله لنا حصار في البيت ولا كاننا في سجن. نعم 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 نعم، ليه يعني؟ هي فاكره ايه انك موراكيش حد ولا ايه؟ ده انا اجي اعرفها مقامها ازاي تعمل فيكي كده. هو انت مش بنت ناس ولا مش بنت ناس؟ عيب عليها حتى. اعمل ايه بس يا ماما؟ انا غلطانه ان انا طوعت مصطفى وجيت قعدت معاها، دي زي ما تكون اخدتها فرصه وعايزه تسيطر علينا كلنا وتعيش الدور. لا بقى، دي عايزه تعيش دور الحما عليكي، ده في شرع مين ده يا بت؟ بصي انت تقفلها وترد عليها الكلمه ب10. واعملي اللي على مزاجك، ولو طلبت منك الحاجة اعملي عكسها، ندميها على اليوم اللي تفكر تطلب منك فيه حاجة. دي بني آدمة دماغها متركبة غلط. ما تقلقيش يا ماما، أنا هعرف أمشي الدنيا على مزاجي كويس قوي. ومش بس كده، لا ده أنا هخليها تتصل بمصطفى ذات نفسه وتقوله خلي مراتك تروح البيت، أنا مش عايزاها. أيوة كده يا كبد أمك شاطرة، ودماغك زي الفل وتعجبيلي، هو ده النظام. وسلفتك برضو اوعي تسكتي لها، عايزه بنت سميه تبقى مسيطره، فاهمه؟ عارفه هي تكون بتعمل ايه كويس قوي. ماشي قلب امك؟ تمام يا ماما، ان شاء الله محدش هيقدر يعمل فيا حاجه. بالظبط كده، يلا اقفلي لما اروح اشوف الوكسه اللي عندي جوه دي ناويه تجيب اجلي ببرودها، هبقى اتصل اطمن عليكي. قفلت مع بنتها واخدت بعضها ودخلت المطبخ. سميه قالت يا نهار ابيض، ايه الريحه دي؟ الاكل شاط ولا ايه؟ شاط ايه يا حماتي، هو انا اصلا لسه ولعت عليه؟ ده انا لسه بجهز. قال يعني لسه ما ولعتش عليه؟ امال ريحه الشياط اللي باينه من اولها اهي، البشاير زي الزفت. عبير كانت ماسكه نفسها بالعافيه. انت عايزه مني ايه دلوقتي يا حماتي؟ اعمل ايه يعني؟ اسكتي وما تتكلميش، فاهمه ولا لا؟ انا لما ابني يجي انا هعرف اتكلم معاه واعرف منه ازاي يسمح لمراته تكلم امه بالطريقه دي. عبير عينيها اتملت من الدموع بسبب معاملتها وما ردتش على حماتها. سمية قالت الصلاة دي عايزة تتمسح تاني، والله لميتها ومسحتها، والله لميتها وانت جوه برضو بتجادلي معايا تاني. انا اقولي الحاجة وانت تقولي حاضر ونعم، ثم بقولك الشغل مش عاجبني يبقى مش عاجبني. ايه اجرمت؟ حاضر،
حاضر يا حماتي. بصت لها من فوق لتحت وقالت بلاوي بتتحدف علينا. طلعت بره وعبيرة نهدت بحسرة صبرني يا رب. اما لوزة اللي قالت انا خلاص طاقتي بقت صفر. يا سلام، وانت لسه فاكره يا اختي تقولي طاقتك بقت صفر بعد ما طفحنا المر في الشغل النهارده؟ اعمل ايه يعني، اروح ازعق فيها ولا اعمل ايه يا امال؟ لا يا اختي ما تزعقيش، نسكت ونكتم جوانا احسن، خلينا نطق. دخلت امينه وقالت ها عملتوا ايه؟ امال اللي الغيظ ملاها وقالت الاكل خلص، هنطلع ننضف دلوقتي البيت. لوزة اللي قالت بمحلسه بس ايه يا حماتي، عملنا شويه اكل انما فظيع حكايه، هيعجبك خالص. راحت امينه تدوق الاكل وهي بتقول انا ما يعجبنيش العجب ولا الصيام في رجب، يعني لو كان الاكل ايه برضه مش هينول اعجابي، المهم ان هو يكون نضيف ومظبوط عشان الناس. دقت الاكل وبينها وبين نفسها بتقول الله العسل ده الاكل زي الفل. وبعدين بصت لهم وقالت مين اللي طبخ الباميه دي؟ ردت امال وقالت انا يا حماتي. مش ولا بد، بس اهو يعني ممشيه حالها، المهم عملته الحلو. حلو ايه، هو انت طلبت حلو اصلا يا حماتي؟ اه يا اختي طلبت حلو، اتحل وسطك منك ليها، امال الناس اللي هتيجي دي هتاكل ايه بعد الغدا، هياكلوا في بعض؟ امال بصت لها بتفكير وبعدين قالت طيب يا حماتي انت عايزه ايه وانا اعملهولك. بصت لها بغيظ وقالت عايزه جيلي ومهلبيه بالشعريه، وكمان تعملي نوعين ولا 3 عصير. حاضر، من العين دي قبل العين دي. فضلوا الاتنين باصين لبعض، وامينه قالت للوزه تعالي انت نضفي لغايه لما هي تخلص، مش عايزين الناس تيجي وانتوا لسه مخلصتوش يقولوا علينا ايه. طلعوا هما الاتنين وامال قالت صبرك عليا بس، ده انا هعملك حلو يخليكي تحولي من حلاوته. خلصوا هما الاتنين واتفرهدوا، وشكلهم كان زي اللي جايين من الصحراء والتعب باين عليهم جدا. طلعت امينه من الحمام وهي بتقول اه يا حلاوه الميه السخنه. يا سلام سلم يا ولاد، ده ايه الحلاوه دي يا بنتي يا امينه؟ يا سلام الشاور جل بتاع الحموم بتاع الخوخ ده، يا لهوي كده روحي روحي روحي، ده انا كان ودي ابلعه بلع من ريحته الحلوه. بصت لهم وقالت يا ساتر يا رب، ايه المناظر دي، مالكوا انتوا الاتنين عاملين كده ليه؟ لوزة قالت لها بتعب بتسألي يا حماتي بقى مش باين علينا ولا ايه، من اللي كنا بنعمله طول النهار، احنا من 7 الصبح واحنا شقيانين. بلا كلام فاضي، يعني انتوا كنتوا بتشتغلوا في الفاعل، روحوا روحوا استحموا وانضفوا كده الناس جايه يقولوا على حريم ولادي ايه معفنين، يلا انجزوا بلا هم. امال خدت بعضها ومشيت وهي عماله تتمتم الشاور جل قال ججله لما يتفسوا راسك فيها. ولوزة بصت لحماتها وقالت ده ايه العسل ده يا حماتي، عروسه طالعه من الحمام؟ بجد يا بنت حلوه؟ طبعا يا حماتي، ده انت زي القمر وريحتك جميله بشكل. اسكتي يا بت يا لوزة، انت فاتحالي نفسي على الحياة يا بت، مش خسارة فيك ان انت تلاقيه في نفسك بشوية شفر جل من بتاع الحموم بتاعي ده. شفر؟ هو مش شاور يا حماتي؟ قالت لها بضيق اسم الله يا اختي، هتعرفيني الكلام اللي بيتقال ازاي كمان ولا ايه؟ لا ده انا بعرف اتكلم واتكلم كويس قوي، بس مش انت اللي هتعرفيني، انا بس اللي لساني بيغلط كده، اصل انا اصلا كنت بنتكلم عربي مكسر. اصل انا هقولك على حاجه يا بنت محدش يعرفها، اصل انا ليا عرق امريكاني. ازاي يعني ده يا حماتي؟ يعني طول عمري يا اختي بجيب لحمه مستورده من امريكا وما باكلش منها غير العرق، هتفضلي بقى لكلك كتير معايا ولا ايه؟ انجزي روحي شوفي هتعملي ايه، ولا بلاها شاور جيلي ده اهو اللي يجي منك اي فايده. اخدت بعضها ومشيت، وامينه راحت تشوف الحلو اللي امال عاملاه، وكان شكله حلو قوي. قالت المزخوده دي شكلها بتعرف تعمل حاجات زي ما الكتاب بيقول، هيستغلها بقى في الحته دي. ظبطت نفسها على الاخر وقالت ايوه كده، ده الواحده كده مزاجها هيتعدل وهيتنفذ كل اللي في دماغها. لوزة استحمت وغيرت ودخلت على امال المطبخ. ايوه اديتك من الشاور بتاعها صح؟ اه سكعتها كلمتين حلوين وقالت لي اخده. ايوه يا اختي ممشيه امورك. اه طبعا دي احسن حاجه، مشي امورك، هو في احسن من كده؟ لا يا اختي مفيش احسن من كده، بس الاحسن يكون عندك شخصيه. بصت لها وقالت امال خلي كل واحده في حالها وتفكيرها احسن، خليني انا على حالي وانتي برضو على حالك، كل واحد مش عايز يغير من نفسه. بصت لها وقالت النصيحه فيك يا بت مش حلال، احسبيها زي ما تحسبيها يا امال، انا مش فاهماكي والله، دي حاجه صعبه. راحت تلبس وتظبط نفسها، وامال اللي قالت
ده انا باين عليا هلعب على الحبلين، حبل السلايف وحبل الحموات. الله يسامحك يا مصطفى على اللي انت عملته فيا. تليفونها رن وراحت تشوفه، كانت امها. ردت عليها وقالت: ايوه يا ماما يا حبيبتي. بنتي انا جايه لك عشان اوقف حماتك دي عند حدها. جايه لمين يا ماما؟ لا ما تجيش. هتيجي ليه؟ انت خايفه ولا ايه يا بنت امان؟ انا مش خايفه يا ماما، بس انا عايزه اتقي شر حماتي. عشان خاطري ما تجيش، انا هعرف اوقفها عند حدها. ده انا تربيه ايدك. لا والله. لا ما هو مش هتيجي عند حما زيها وتعمل فيها نصحة. هي فاكرة ان انا هسيب لها بنتي تعمل فيها اللي هي عايزاه ولا ايه؟ ولا اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا؟ بنتي امسكي لها كده من الاول ورد عليها وبجحي. انا بعمل كده والله يا ماما، انا عايزة ارد وكل حاجة، بس اللي اسمها لوزة دي عمالة تتمحلس وتتسحلك وبتبوظ اي حاجة بعملها، وتبان ان هي الحمل الوديع، وانا ببان ان انا حامل في الوديع، كأن انا الساحرة الشريرة. يا اختي باني زي ما تباني، المهم تبقي واخدة حقك. ولو طولت يا اختي معاكي لمي هدومك وتعالي، بلاش شغل شادية وعبد الحليم بتاعك انت وجوزك ده، ما تخافيش عليه قوي يعني كده يا اختي. والله يا ماما ما خايفة ولا حاجة، بس يعني الواحدة برضو مش عايزة تظهر ان هي وحشة قوي كده. انتي بلا يظهر وحش بلا يظهر حلو. اسمعي مني اللي هقولك عليه، اللي على ايدك اعمليه. قولك كلمة ردي عليه ب10، فاهمة ولا لأ؟ بس برضو بالأدب والذوق والأخلاق، وأنا لما أظبط أموري كده هجيلك. حاضر يا ماما. قفلت معاها وأخدت بعضها وطلعت بره. لقيت لوزة قاعدة مع حماتها وعمالين يتكلموا ويضحكوا، فاتضايقت جدا وراحت قعدت معاهم. أمينة بصت لأمال وقالت: جاية تقعدي ليه؟ قالت لها باستغراب: قاعدة زي ما انتوا قاعدين يا حماتي، هكون قاعدة ليه يعني؟ طيب وانتي خلصتي شغلك على كده يا أمال؟ اه يا حماتي خلصت شغلي ومش سايبه ورايا اي حاجه، بقى محتاجه تعملي لي تعديل ولا حاجه؟ وبعدين انا عايزه اقعد زي ما سلفتي لوزه قاعده. ماشي، على العموم بقول لكم اهو، انتوا الاتنين عشان محدش يقول جاي على واحده مع التانيه. انا عازمه ام عصام هتيجي تتغدى عندي النهارده، وطبعا مش هقول البيت يمشي بنظام كانه في جيش، يبقى في ترتيب في كل حاجه، ولما ابص للواحده تبقى عارفه انا هقول ايه. تمام؟ مش عايزه اي حاجه تبوظ. ماشي؟ ليه يا حماتي؟ هي الست ام عصام دي شغاله في البلديه ولا ايه؟ بطلي الكلام ملوش داعي، وانجزي يا امال ونسمع الكلام. قوموا يلا كل واحده تدخل تعمل اكل لان انا جعت. قامت بغيظ وقالت: حاضر يا حماتي. ووراها لوزه، واول لما دخلوا المطبخ بصت لها امال بغيظ: ناويه على ايه يا لوزه؟ علشان انا مش مرتاحه لك خالص يا سلفتي. لوزه لقيت لها باستغراب: انا مش ناويه على اي حاجه خالص، ما انا تمام وزي الفل اهو. لا، انتي لا تمام ولا زي الفل. بصي يا لوزة، انا ما عنديش اي مانع ان انت تكسبي حماتك او ان انت تكوني حلوه معاها والدنيا تبقى بامبي بينكم انتوا الاتنين، بس اياك ثم اياك تفكري ان انت تطلعيني وحشه، عشان ساعتها هقلب عليكي على الوش التاني، وما ادراكي ما الوش التاني، ومش هكون حلوه خالص معاكي. اديني قلتلك اهو، وعلى راي المثل قد اعذر من انذر، ومش هقولك اكتر من كده، انت كلك فهم بقى. وبدأت تشتغل، ولوزة بصت لها باستغراب وقالت بينها وبين نفسها: اه منك يا بنت سمية، ياللي مفيش حد قدك فعلا. وبدأت كل واحدة تعمل حاجة، وعلقت لوزة على الشاي وأخدت بعضها ودخلت الحمام. أمال استغلت الحتة دي وقامت بسرعة حاطة الملح مكان السكر ورجعت مكانها تاني بسرعة. دخلت لوزة وعملت الشاي وأخدوا الأكل وطلعوه لحماتها. الباب خبط. أمال قالت بغيظ: دي تلاقيها الست شلبية اللي ما يفوتهاش فايته ولا حتى اكله بايته. قومي افتحي وبلاش غلبه في الكلام يا امال. قامت امال وفتحت وهي عماله تتمتم بغيظ. لقيتها فعلا الست شلبيه، وقعدت وهي بتقول: ايه ده؟ اكل؟ طب ده انا حماتي بتحبني قوي. امال قالت بينها وبين نفسها بغيظ: حما بتحب مرات ابنها خالص بلا هم. شلبيه قالت: اسكتي، ده انا جايبالك بقى حته خبر عن نبيل وام عصام. اول لما سمعت الكلمتين دول قالت للوزة وامال: قولوا انتوا جوه انتوا الاتنين يلا، ما تخلينا قاعدين يا حماتي، ايه يعني لما نقعد معاكوا حرام ولا ايه؟ ردت عليها بغيظ وقالت: بطلي غلبه وكلام ملوش داعي. يلا يا امال، انت سمعت انا قلت ايه؟ خدوا بعضكم وخشوا جوه الاوضه. ماشي حاضر. اخدوا بعضهم هما الاتنين ودخلوا الاوضه. وهم قاعدين امال قالت: بقولك ايه يا بنتي يا لوزه، انت مش حاسه ان في حاجه غلط يعني؟ مثلا تحسي حماتك كده بتفكر في حاجه او عايزه تعمل حاجه، او هي وشلبيه دي في بينهم سر عايزين احنا مثلا نسمعه؟
يا اختي انا ولا بفكر ولا غيره، هم عايزين يتكلموا في كلام ما نسمعوش عادي، انا مش فارقه معايا. مش فارقه معاكي ازاي يا بنت انتي؟ لا طبعا لازم تفرق معاكي عشان نعرف هي بتفكر في ايه، ولا حتى بتعمل ايه، ولا بتخطط لايه. مش هنفضل كده زي الترش في الزفه. انا دماغي مش فايقه لده كله يا امال، انا عايزه اكل وانام وبس. بصيت لها بقرف ودي، صدقي بالله انا غلطانه ان انا بتكلم معاكي اصلا. جريت على الباب علشان تتصنت وتعرف هما بيتكلموا يقولوا ايه. اما بره فشلبيه قال ايه يا اختي؟ سمعت ان الحاج نبيل ناوي ياخدها مره تانية في عمره رمضان. امينه قالت لها بحزن صحيح تبقى في ايدك وتقسم لغيرك، اهو ام عصام دي بتعيش كل اللي انا المفروض كنت اعيشه. ملوش داعي بقى الكلام ده يا ست امينه، اديك اتجوزتي وخلفتي رجاله، ويعني لا مؤاخذه جوزك الله يرحمه راجل برضه كمل يعني، وهي اتجوزت نبيل وخلفت وعايشين مع بعض بقالهم سنين وعمر، يعني المفروض العمر ده يكون نساكي. في حاجات مهما يعدي عليها الزمن ما بتتنسيش يا شلبية. اشربي الشاي كلي. شلبية مدت ايديها واخدت سندوتش وكوباية شاي، ويا دوب اخدت اللقمة من هنا وبق كوباية الشاي من هنا، وقامت تفه الاكل كله. يا نهار ابيض، اللي انتوا حاطينهولي في الشاي ده في ايه يا شلبية؟ مالك يا اختي؟ الشاي فيه ملح، ده مرر علقم. ايه حارم ولادك مش عارفين يفرقوا بين الملح والسكر؟ امينه حست بالاحراج وندهت عليهم بغيظ، انت يا لوزه، انت يا امال، تعالوا هنا. الاتنين طلعوا بسرعه بره، ولوزه قالت في ايه يا حماتي؟ امينه اللي قالت لها بغيظ مين اللي عامل الشاي ده؟ امال قالت بفرحه اللي عامل الشاي ده هي سلفتي لوزه مش انا اللي عملت الشاي. ماله يا حماتي؟ ماله ان الشاي مر علقم يا اختي؟ الملح ما كان السكر ولا ايه؟ لوزة بصت بصدمة، والله انا عاملة الشاي شاي وسكر ومية مغلية يا حماتي. طب ده انا حتى كنت عايزة اضيف حبة قرنفل بس قلت يمكن ما بتحبوهوش. شلبية قالت طب كويس يا اختي ان انت ما ضفتيش القرنفل اللي كنت عايزة تضيفيه ده، الا كنت تحط لنا مكانه فلفل اسود ولا حاجة. انا هقوم اروح اكل اللقمة دي في بيتي احسن. شلبية اخدت بعدها ومشيت، وامينة بصت لهم بغيظ عجبكم الكسفة اللي انا فيها دي يعني؟ والله يا حماتي ما كان قصدي، ولا اصلا عملت كده. بلا حماتي بلا بطيخ. امي يا اختي روحي لمي المواعين دي كلها واغسليها ونضفيها الشقه، بدل الهم الاسود اللي حطيتيني فيه ده والكسفه اللي انت كسفتها لي. هو انا ناقصه؟ امينه اخدت بعضها ودخلت جوه وهي عماله تبرطم بكلام غريب. اما لوزه فبصت لامال اللي كانت قاعده ومبسوطه، وبصت لها بغيظ وقالت تلاقيك انت اللي عملتي كده صح؟ عيب عليكي يا لوزه، انا هعمل فيكي كده؟ ده احنا حتى اصحاب وحبايب. اصحاب وحبايب بس سلايف، والسلايف ما بتحبش بعض. لو ايه حصل؟ اكيد انت اللي عملتي كده من ساعه انا لما كنت في الحمام حطيتي الملح مكان السكر، مش كده؟ اخصى عليكي يا لوزه، انت مش عارفه معزتك وغلاوتك عندي قد ايه. وحياتك عندي ما حطيت اي حاجه. بطلي بقى يا شيخه هبل. ده ايه ده؟ انا داخله بقى انام واريح لي شويه، وانتي ما تنسيش تنضفي المطبخ كله وظبطي البيت كله بقى. يلا سلام. دخلت امال الاوضه، وبسرعه اول لما قفلت على نفسها الباب اتصلت على امها وقالت لها ازيك يا ماما، عامله ايه؟ ازيك يا اختي؟ هي خير. على رأي المثل يا ما جاب الغراب لامه. ايه متصله بيا المره دي تقولي لي ايه؟ بصي يا ماما، انا عاوز اعرف ايه سر كره او غيره حماتي من ام عصام. اكيد في حاجه بينهم وانتي اكيد تعرفيها بما انكم كنتوا جيران. سمية قالت بينها وبين نفسها البت دي بتسأل السؤال ده ليه؟ اكيد حد اتكلم قدامها، ولا اكيد حد قال حاجه. طب انت ليه بتقولي كده يا امان؟ هو انت سمعتي حاجه يا بنتي؟ اه سمعتها يا ماما وهي بتتكلم هي وشلبيه، بس انا ملاحظه ان دي غيره غريبه قوي بين الاتنين، وحاسه ان في حاجه. ها؟ لا مفيش حاجه يا امان، يلا انا هقفل سلام. امها قفلت معاها، وكانت دي اول مره امها تقفل معاها بالطريقه الغريبه دي، وامال كانت استغربت جدا اللي حصل. لا يبقى ماما كمان عندها سر. انا لازم بكره اخد بعضي واروح عند ماما واشوف في ايه. تاني يوم كانوا قاعدين على سفره الفطار. امال قالت انا هروح عند ماما النهارده. امينه اللي بصت لها بغيظ ورايحه عند امك ليه يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ مفيش، انا نفسي اروح اشوف امي. ايه حرام ولا عيب؟ لا مش حرام، بس احنا مش فاضيين. انت ناسيه ان احنا جايلنا ضيوف ولا ايه؟ مش ناسيه يا حماتي، بس انا كمان ما قلتلكيش ان انا هروح ابات واقعد لي اسبوع ولا حاجه. انا هروح مسافه السكه اشوف ماما واطل عليها واجي على طول. ملوش داعي يا امال ولا حتى له لازمه.
قومي شوفي مع سلفتك شغل البيت، ولا هي شايلاه كله على راسها لوحدها؟ على الاقل ساعديها وتعلمي منها، اصل هي نظافتها احسن من نظافتك. قالت لها بصدمه: نعم، نظافتها احسن من نظافتي؟ اللي انت بتقوليه ده يا حماتي. اه يا اختي، بقول الحق، اكذب يعني ولا اكذب؟ هي بتنظف احسن منك 100 مره كمان. لا، انت بتهزري كده يا حماتي طبعا. لا يا حبيبتي، انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. انا شبعت، انا قايمه ادخل البلكونه اشرب الشاي بتاعي. لوزة بصت لامال بسخريه ورفعت لها حواجبها: اوعي تفتكري ان مقلب امبارح ده هيعدي من تحت ايدي كده. لا يا حبيبتي، ده انا واعيه وشاطره وفاهمه كويس قوي اللي بيحصل ده، عشان كده سبقت وقمت قايله لحماتي بمسكنه: والله يا حماتي، انا امبارح ما كنتش اقصد احط الملح مكان السكر، دي كانت غلطه ومنك السماح. وفضلت اتحايل واتمايل لغايه لما رجعت تاني معايا زي الاول. يعني كل اللي انت عملتيه امبارح طلع في شنك. امال قالت لها بغيظ: سوسه، انتي سوسه يا لوزه، وبتحبي تلفي وتدوري قوي كمان. انا يا حبيبتي ولا بلف ولا بدور ولا بحب اللف والدوران من اصله. انا بس بعرفك اللي فيها عشان ما تعمليش تاني كده وتفتكري نفسك ناصحه عليا. ماشي؟ ماشي يا لوزه. قاموا نضفوا البيت ولوزه كانت بتمسح الصاله. راحت امال كبت في جردل الميه صابون اكتر، وكل لوزه ما تمسح الميه ترغي اكتر، والارض مش راضيه تنضف خالص. امينه بصت للصاله: ايه كل الصابون والرغاوي دي كلها؟ الصاله مالها مرغيه قوي كده ليه؟ والله يا حماتي ما اعرف في ايه. لمي الصابون ده وامسحي كويس يا لوزه، الناس هتيجي تلاقي الصاله كده. حاضر يا حماتي. امينه كانت لسه هتعدي، قامت امال من ورا الحيطه رمت الصابونه اللي معاها، فوقعت امينه على الارض. جريت عليها لوزه: يا مصيبتي يا حماتي. امينه قالت لها وهي تعبانه: حماتك حمى تاخدك. اه يا عصعوصك يا امينه، اه يعني انا اخد الوقعه دي؟ كل ده بسببك يا لوزه. لمي الصلاه دي احسن لك، بدل ما اقوم اشوف شغلي معاكي. حاضر يا حماتي حاضر. جت امال بسرعه ومسكت ايد حماتها: قومي يا حماتي اسم الله عليكي. مسكت ايد حماتها وهي بتغمز للوزه بسخريه: معلش بقى يا لوزه، اصل انت نظافتك احسن من نظافتي، عشان كده الشقه مليانه صابون وانت مش عارفه تلميه. شدي حيلك كده شويه يا لوزه عشان الضيوف اللي جايين دول. قومي يا حماتي اسم الله عليكي، واخصى عليها الصابونه والارضيه الوحشه دي اللي وقعتك. لا يا اختي، اوعي كده بلا وجع قلب. واخدت بعضها ودخلت اوضتها وهي عماله تبرطم كعادتها. امال فضلت تضحك تضحك ودخلت المطبخ علشان تطبخ، وجالها تليفون من امها فطلعت تكلمها. لوزة استغلت الوضع ده وقامت راحت مبدله الخضره بالنجيله وحطت عليها كرات مخروط، وقالت: اما شوف بقى بتاعك ده هيطلع طعمه عامل ازاي بعد ما حطيت لك اللي انا حطيتهولك ده. ياه، ده هيبقى طعمه حلو قوي. اما امال اللي طلعت تتكلم امها: والله كنت هتصل بيكي عشان خاطر اعرف مالك، اصلك قفلتي بطريقه غريبه وحاسه ان وراكي كده حاجه، وكنت هجيلك بس حماتي جالها ضيوف. سميه اللي كانت بتتكلم بصوت جد: لا يا حبيبتي، انا اللي جايالك. ليه يا ماما خير؟ مالك؟ لا ابدا يا حبيبتي، انا كويسه وبخير. مش حاسه ابدا يا ماما، انا شايفه ان انتي مش كويسه خالص. لا انا كويسه، ما تشغليش بالك بيا، يلا سلام. قفلت معاها وهي مستغربه الوضع جدا، ولقت رساله على تليفونها من مرات اخوها عبير بتشكي من امها ومن معاملتها ليها. اتنهدت وقالت: اهو كلنا في الهوا سوا، يا عيني علينا من الحموات وكدهم. دخلت المطبخ عشان تكمل طبيخ، لقت لوزة عمالة بتعمل الخلطة بتاعة المحشي، ودخلت عليها أمال: انتي بتعملي ايه؟ بساعدك في المحشي يا اختي، اصل لقيتك ماسكة التليفون وبتتكلمي فقلت اخلص المحشي عبال ما تيجي. لا مش عايزة مساعدتك يا حبيبتي، ولو سمحتي اوعي كده، وسعي. وبدأت هي تطبخ، واستمروا هما الاتنين على الحال ده، كل واحدة عمالة توقع التانية في أي حوار، لغاية لما جت أم عصام وشلبية. استقبلتهم أمينة بترحاب وهي لابسة دهبها وأحسن لبس عندها. قعدت أم عصام وقالت: لا بس بسم الله ما شاء الله بيتك حلو قوي يا أم مصطفى، يعني نضيف والتجديد باين عليه. أمينة قالت لها بغرور: اه طبعا لازم يكون نضيف، وانت فاكراني عفشة ولا حاجة؟ وبعدين يا حبيبتي أنا ما بعملش حاجة، حريم ولادي هم اللي بيعملوا كل حاجة. اه حريم ولادك، ماشي يا حبيبتي. على العموم انا مستنيه برضو ان انت تجيلي شقتي عشان تشوفيها بعد التجديد،
اصل انا بعد لما جيت من العمره وانا ظبطتها على الاخر. ده غير يعني ان انا لما انت تيجي ان شاء الله عايزاكي تاخدي الهديه اللي انا راجعه بيها من العمره. لا شكرا يا حبيبتي، اصل انا مش محتاجه حاجه. هو انا بقولك ان انت محتاجه ولا مش محتاجه يا حبيبتي؟ ده انا بقولك دي هديه عليه الصلاه والسلام قبل الهديه. شلبيه قالت طب احنا هنفضل كده نتكلم؟ فين الاكل يا ست امينه؟ انا على لحم بطني من الصبح مستعديه للعزومه بتاعتك. ندت على حريم ولادها يلا جهزوا الاكل. قامت كل واحده فيهم تجهز الاكل، وامينه كانت قاعده عماله تبص لام عصام. عصام بقى كانت ولا في دماغها خالص. اما في المطبخ كانت لوزه مبسوطه جدا وقالت هتطلعي المحشي بتاعك؟ صدقيني هيعجب حماتك على الاخر بالنجيله والكرات. ضحكت امال بغرور. لا ما تقلقيش، اصلا الخلطه اللي انت عملتيها انا رميتها. هو انت فاكراني هسيب الخلطه اللي انت عاملاها واطلعها للضيوف؟ ما انا عارفه ان انت اكيد هتكوني عامله فيها حاجه. لوزة كانت لسه هتتكلم فامال قالت لها وانت فاكراني عبيطه؟ لا طبعا انا مش عبيطه، انا بفهم وبفهم كويس قوي يا حبيبتي. يلا حظ اوفر المره القادمه. طلعوا الاكل وقعدت تاكل، وام عصام كانت بتبص للمكان وامينه بتبص لها بغيظ. الباب خبط، امل فتحت، واول لما شافت امها امي حبيبتي ازيك عامله ايه؟ تعالي اتفضلي، والله حماتك بتحبك. سمية قالت بسخريه يا اختي لو كانت بتحبني ما كانش زماني شفت الغلب اللي انا شايفاه ده. دخلت وقعدت معاهم. ام عصام اول لما شافتها بصت لها بغيظ. التلاتة كان بينهم حرب دايره ونظرات صعبه جدا. وبعد ما مشيت الست ام عصام وما طولتش في القعده بسبب جاي سميه. امينه قالت لسميه جايه ليه؟ وانتي مالك؟ جايه اشوف بنتي. تعالي يا امال يا حبيبتي ندخل جوه عشان عايزاكي في كلمتين كده. دخلت هي وامال جوه، ولوزة قالت وانا هدخل يا حماتي علشان خاطر انضف المطبخ ده. انا ساعتها وجهت كلامها لشلبيه وقالت لها شفتي ام عصام مشيت ازاي لما سميه جت؟ بصي بقى سيبك من الحوار ده كله، احنا كبرنا والزمن عدى. انسي الموضوع اللي حصل من سنين ده، لا يمكن يتنسى ابدا يا شلبيه، ما اقدرش انساه. جه الليل وكانت امال عماله تفكر في كلام امها اللي قالته لها، وهي ما تروحش عند الست ام عصام ولا تكلمها، وكل لما تيجي ما تديهاش وش. استغربت جدا ليه امها بتكلمها بالطريقه دي. طب ليه امها بتكره الست ام عصام؟ طبعا اكيد بتكرهها، والا ما كانتش نبهت عليها بالشكل ده. لوزة اللي قالت لها بقولك ايه، انا عندي خبر. فكك مني، انا دماغي مش فيا دلوقتي ومش طالبه معايا كلام. يا بنت اسمعيني، انا عايزه اقولك على حاجه، واللي سمعته من حماتك وهي بتتكلم هي والست شلبيه. بصت لها امال وقالت لها بدهشه قولي في ايه؟ اللي فهمته ان في حاجه بينها هي وام عصام وامك كمان في الموضوع ده، لانهم فضلوا يتكلموا والست شلبيه تقول لها انسي وما تنسيش، والموضوع ده حصل من زمان وكلام زي كده. امال قالت لها صدقي يا بت، الحوار ده كله في ايد الست شلبيه دي، لازم نعرف منها كل حاجه. وقامت ماسكه التليفون واتصلت بالست شلبيه وفضلت تتكلم معاها حوالي ساعه لغايه لما قالت كده الخيوط ركبت على بعضها. تاني يوم اتصلت بامها تعالي يا ماما الحقيني انا تعبانه جدا. راحت سميه لبتها ودخلت لقت امال قاعده ولوزه وشلبيه وامينه كمان. امينه قالت في ايه التجمع ده؟ انت ما كنتيش هنا امبارح يا ست سميه؟ قبل لما سميه ترد امال اتدخلت وقالت انا مجمعاكوا علشان خاطر اقول لكم ان اللي انتوا بتعملوه ده غلط. هو ايه اللي غلط يا بنتي؟ انتوا الاتنين مقاطعين بعض، وانا واخده ابنك يا حماتي، وانت كمان ياما هي مدياكي ابنها لبنتك. من الاخر كده بينكوا نسب، والنسب عامل زي اللبن وتعكر ما بيتشربش. ومن الاخر كده الموضوع بتاع زمان بتاع الحاج نبيل ملوش علاقه باي حد فيكوا. هي الست ام عصام خدت الحاج نبيل واتجوزته، يبقى ننسى بقى ونعيش. الاتنين بصوا بصدمه، وامها قالت انت جبت الحوار ده من فين يا بت؟ جبته ياما من الست شلبيه، وعرفت ان انت وحماتك كان عينكم من الحاج نبيل ده جوز الست ام عصام، وان كل واحده فيكم كانت بتحاول تظهر لامه احسن ما فيها، وهوب جت ام عصام خدته من وسطيكم. وطبعا السبب في ده كله امه اللي كانت مسيطره عليه، واللي كان الامر الناهي في الموضوع ده. لوزة كملت وقالت وعشان كده كل واحده فيكم شافت ان هي لازم تكون حما زيها كده مسيطره، ومن الاخر كده من كتر كرهكم فيها عملتوا كل حاجه زيها، ومن الاخر كرهتونا فيكم.
كملت امال كلامها وقالت: انت يما حمل عبير، واللي بتعملي فيها بيطلع عليا انا هنا. سيبك من ام نبيل والجبروت بتاعها، حسابها عند ربنا. انت بقى ليه تتقمصي الدور بتاعها؟ قطعتها لوزة وقالت: واحنا ملناش ذنب، محدش فينا عمل حاجة تزعلكوا ولا تضايقكوا. ولسه بتتكلم سمية قطعت الكلام وقالت: خلاص يا بنتي، مش عايزة اسمع بقية الكلام، كفاية بقى. شلبية اللي قالت: مشكلتكم ان انتوا لسه متعلقين بالماضي، والماضي ده بيبوظ الحاضر. احنا عايزين نعيش كويسين وحلوين مع بعض، بلاش شغل الحموات ده، وبلاش حاجة قديمة تكون مسيطرة عليكم لغاية دلوقتي، او تاخدوا منابيل مثل ليكوا، ولا ان هي رمز للقوة. ما ينفعش، ده زمان حسابها عند ربنا. لوزة قالت: انا ملياش في جو الدراما ده، بس كل اللي انا شايفاه ان المفروض نغير من تفكيرنا ونكون كويسين مع بعض، لان الدنيا مش مستاهلة. صدقي بالله انت ربنا ما يحكمك على ولاية ابدا. أمينة وسمية بصوا لبعض وقالوا: الماضي عدى وفات. الاتنين اتصالحوا، وأمال ولوزة اللي مسكوا في خناق بعض تاني. أما شلبية قالت: يا مصيبتي، خلصنا من كده الحموات، دخلنا في كده السلفات. خلصت قصتنا، واتمنى تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش يا ريت تحطوا لايك للقصة، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على زر الكل عشان ننزل لكم قصص كاملة كتير كتير كتير. يا ريت ما تنسوش تحطوا لنا وتدعمونا باللايك. بعتذر جدا على جودة الصوت، وده نابع لأن أنا عندي برد، فاستحملوني بقى بخنفاني بحالتي بمالي. الحمد لله.